صبحكم الله بالخير متابعيني الأعزاء. طبعا أعتذر عن الانقطاع بسبب مشاغل العمل. إن شاء الله راح تشوفون تغييرات محمية الدجاج، شنو اللي بعته وشنو اللي اشتريته. طبعا وجتنا دجاجة سبق وأن نشرتها، جتنا هدية، وأتقدم ببالغ الحزن والعزاء إلى الأخ فرات الصياد بوفاة والده رحمه الله. طبعا كالمعتاد يوميات الدجاج. هذا الديك البولوني يعني عزلته هو وهاي منعيم قفص لوحده، لأن تعرفون أخاف عليه ينتعارك ويا ديك. طبعا بالمناسبة بعت ديوكة 2 اللي هم فنجر والزعيم، واشتريت هذا الديك. إن شاء الله يعجبكم. وجبت هاي الدجاجة طبعا اشتريتها على أساس كيف قامت من البيض عزلتها ويا الديك الهراتي، لأن مضربة. هذا طبعا الإسباني بالمناسبة أريدكم تشوفونه ذكر ديك أو دجاجة. هذا الديك طبعا اللي قلت لكم عليه اشتريته لهذني الدجاجات. وهاي دجاجة كركتها على بيض هراتي وبيضتين من هاي الدجاجة البراهمة. طبعا هاي أم العبد وهذا كتاكيته. طبعا يبشرن بخير اكو بيهن على البولوني، بعتهن مني كبرن يبينن. هاي طبعا طلعها 2 أو 3 باليوم، مرات الصبح طلعها للشمس. طبعا هذا الديك اريد اشوفها بالمثل انتاجه يعني بالمحمية. ويذني البراهمة. هاي الدجاجة اللي قلت لكم جتنا هدية، ذني كتاكيت 2 من عتها و2 من أم العبد عزلت وياها، فما استغربتهن وبقن وياها. هسه راح تشوفونها راح أطلعها، لكن من أطلعها لازم أدخل أم العبد لأن يتعاركن. وإن شاء الله خير. هاي أم زهتر على أبواب تكرك، يعني جامع لها بيضات إن شاء الله. إن شاء الله نوافيكم بكل جديد. طبعا راح يصير إن شاء الله التصوير أسبوعي إن شاء الله، ما راح انقطع عنكم. يعني تعرفون الأسبوع يصير بيه تغييرات، يصير بيه شي جديد. إن شاء الله خير. مثل ما قلت لكم هاي الدجاجة الكوجن وكتاكيتها 2 كوجن و2 من أم العبد. جبت لهن علاج التهاب صرة، وبعدين جبت لهن علاج نيوكاسل وفيتامينات أول أسبوع.